المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، ولكن قبل النشرة ننوه مشاهدينا بأن بعد ظهر يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة إجازة رسمية بمناسبة أعياد الاستقلال، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وعودة إلى نشرة الأخبار والبدء بالعناوين. سعادة السفير بيتروس طاغاي يقدم أوراق اعتماده لحاكم عام أستراليا. تنظيم عروض كرنفالية في الإقليم الأوسط. قرية النضال تساهم في نقل التاريخ للأجيال. والاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم عنسبة. أهلا بكم مشاهدينا. قدم سفير إريتريا في جمهورية الصين الشعبية السيد بيتروس تساغاي أوراق اعتماده لحاكم أستراليا العام السيدة كوينتين برايس كسفير غير مقيم لإريتريا في أستراليا. وقدم سعادة السفير تساغاي أو سلم سعادة السفير تساغاي في اللقاء رسالة من الرئيس سياسة أفورقي إلى الحكومة الأسترالية، وأكد رغبته في العمل على تطوير العلاقات بين البلدين. من جهتها أوضحت السيدة كوينتين برايس رغبة حكومة وشعب أستراليا لتمتين العلاقات التاريخية بين بلادها وإريتريا، متمنية لسفير بيتروس تساغاي التوفيق في عمله. وهنأت السيدة برايس شعب وحكومة إريتريا بالذكرى 22 للاستقلال، متمنية الرئيس سياسة فورقي دوام الصحة والعافية والسلام والازدهار للشعب الإريتري. في إطار احتفالات الاستقلال التي تشهدها البلاد تحت شعار التصدي درعنا والعمل عزتنا، نظمت الإدارات والمؤسسات في الإقليم الأوسط عروضا كرنفالية بعد الظهر يوم أمس 21 من مايو. وانطلق الجزء الأول من عرض الكرنفال والذي شاركت فيه 21 مؤسسة وستة إدارات ضواحي. وأعطى إشارة انطلاقه وزير الحكومات المحلية السيد والبلدة ميكائيل قبر مريم، انطلق من دوار الشدة وتوقف في ساحة الفاتح بن سبتمبر مرورا بشارعي الشهداء والحرية. وعكس الكرنفال مسيرة التنمية ووحدة الشعب الإريتري في إطار التنوع الثقافي والعدائيات وتصدي الشعب الإريتري لها. وقال الشاب أبيل أين ألم من شركة سكن للإنشاءات بأنهم قدموا عرضا يعكس البرامج الكبيرة الجارية لتحقيق التطور الاقتصادي والإنجازات التي تحققت، مؤكدا بأن العرض المقدم يعكس الصورة الحقيقية لإريتريا. وذكرت السيدة سكالو تولتي القادمة من أمريكا والمناضلة نغستي قبر مسقل أن المعرض أظهر نضال ووحدة الشعب الإريتري وكذلك اعتزازه بالعمل الذي يبشر بمستقبل مشرق. وأوضح السيد عثمان محمد والسيد محمد سعيد بمنت أن الفرح والسعادة البارزين في وجه كل مواطن نتاج للسلام والاستقرار الذي ينعم به، مشيرين إلى أن محتوى الكرنفال مؤشر لرخاء المستقبل. وذكر كل من السيد الغانيش فراي والسيد أبراهام مسقطهم أن برامج احتفالات الاستقلال تزدان دائما بروح الابتكار والإبداع وعكس الإنجازات التنموية في البلاد ونقل التاريخ والتراث لجيل الشباب. هذا وسينظم الجزء الثاني من الكرنفال هذا المساء بمشاركة 20 مؤسسة وسبعة إدارات ضواحي. أوضح زوار معرض قرية النضال أن محتوى المعرض المنظم بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال جوار مبنى إدارة الإقليم الأوسط يساهم في نقل التاريخ النضالي إلى الأجيال الحديثة ويحملها المسؤولية والأمانة. وأعرب الشباب سلمون هبتطيون ودهلك أين ألم وسنيت برخت عن إعجابهم بالمعرض الذي يوضح تاريخ النضال بأسلوب ممتع ومحتوى متميز. وذكر منسق الجمعيات النضالية السيد أسفاو تولي أن القرية تهدف لإبراز النضال المرير والصعب الذي خيض من أجل الاستغلال والتضحيات التي قدمت فيه، معربا عن ثقته في تحمل الشباب للمسؤولية للحفاظ على التاريخ النضالي وتوثيقه. من جهة أخرى أوضح رئيس لجنة الاحتفالات الشعبية في الإقليم الأوسط السيد سلمون مبراتو أن الاستعدادات جارية لتنظيم الاحتفالات الشعبية في إدارات الضواحي عبر فعاليات تركز على الشباب، مشيرا إلى إقامة 164 حفلا شعبيا في الإقليم.
احتفل سكان إقليم عنسبة في 21 من مايو الجاري بمدينة كرن. احتفلوا بالذكرى 22 للاستقلال بحضور سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد والوزراء وقادة الجيش ورجال الدين وآلاف المواطنين. وقال مدير إقليم عنسبة سيد قرقيس قرماي في الحفل أن احتفال هذا العام يعتبر استثنائيا لكونه يأتي في مرحلة يتصدى فيها الشعب الإريتري للعدائيات ويعمل لإعمار البلاد، وقدم توضيحا مفصلا عن برامج التنمية التي نفذت في الإقليم في سنوات الاستقلال الماضية. أوضح مدير مدينة كرن السيد تكي قلتا من جانبه التضحيات التي قدمها الشعب الإريتري من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية ومسيرة الإعمار والتنمية في البلاد، وشكر جميع المساهمين في إنجاح الاحتفال الذي احتوى على مختلف المناشط الثقافية والفنية. في غضون ذلك نظمت 10 مؤسسة إنتاجية وإدارات الضواحي ومكاتب الوزارات والاتحادات الوطنية في إقليم عنسبة عروضا كرنفالية يوم 21 من مايو الجاري في شوارع مدينة كرن. وفي المهجر احتفل الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا بالذكرى 22 للاستقلال المجيد. وقال قنصل إريتريا العام في أستراليا ونيوزيلندا السيد بشير إدريس نور في الاحتفال الذي نظم في مدينة ميلبورن الأسترالية أن فخر كل إريتري هو أن احتفال هذا العام يأتي في الوقت الذي أفشل فيه الشعب الإريتري كافة العدائيات والمؤامرات عبر وحدته القوية وتصديه. وشرح الدور الكبير للإريتريين في الداخل والمهجر لبناء وطن مزدهر متطور، مؤكدا بأن الإنجازات التنموية التي تحققت بتضافر الجميع دافع لمزيد من العمل. وأوضح رئيس الجالية الإريترية في أستراليا ونيوزيلندا السيد عمر ياسين أن احتفالات عيد الاستقلال مناسبة لتجديد جميع المواطنين العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأحيت فرقة سينيت الفنية عرضا موسيقيا في الاحتفال هذا. وتتواصل احتفالات عيد الاستقلال في مدن أستراليا ونيوزيلندا الأخرى. أوضح المدير العام لقسم البنى التحتية في إقليم عنسبة السيد قبر هيله صرف أكثر من مليار و600 مليون نقفة في مجال البنية التحتية في إقليم عنسبة في سنوات الاستغلال 22. وقال إن 30% من هذا المبلغ صرفت لبناء 136 مؤسسة تعليمية، و14% لبناء 30 مؤسسة صحية، و18% لإرساء مشاريع مياه الشرب، و14% لصيانة وبناء الطرق، و24% لبناء مكاتب إدارة الإقليم والمديريات. وأوضح تقرير القسم تشييد طريق كرن قلب الذي يتخلله أكثر من 100 جسر بمختلف الأحجام، وصيانة طريق كرن حلحل، وبناء طريق عنسبة لمجلة وكركبة إزارة، وتعبيد 17 كيلومتر من شوارع مدينة كرن، وإدخال مشاريع المياه في 264 قرية، إضافة إلى بناء 15 سوقا للماشية وستة أسواق للخضر والفاكهة، وصيانة العديد من المباني والمؤسسات. وأشار المدير العام لقسم البنى التحتية في إقليم عنسبة السيد قبر هيلي أن العمل جار لإكمال مشروع مياه هوش وإطلاق مشاريع مياه شغالي ومارات وقوش جرتم، وصيانة طريق بركنتية هبرو وحلحل أصمات ودبر سيناء إلى برعد، وطريق كرن حشلة بقو الدائري، وإكمال بناء مستشفى قلب الأهلي ومستشفى الولادة في كرن. تسلمت هيئة البريد الإريترية طابعا أعد بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الإريترية الصينية. وقد سلم المستشار السياسي للسفارة الصينية في إريتريا السيد ليو بانغ مينغ الطابع الذي طبع في الصين إلى المسؤول المالي لهيئة البريد الإريترية السيد كاستي هابتماريان في المراسم التي جرت في السفارة الصينية يوم 22 من مايو الجاري. ويعكس الطابع الذي سيدخل الخدمة منذ 27 من مايو الجاري أوجه التشابه في التاريخ الإريتري والصيني، ويوضح التاريخ الثوري للبلدين وجهود التنمية.
مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير.